صباح الخير، ازيكم؟ بمناسبة بطولة كأس العالم تعالوا احكي لكم النهاردة تاريخ بطولة كأس العالم. كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة لرياضة كرة القدم، بتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة كل 4 سنين. وأقيمت أول مباراة دولية سنة 1872 بين اسكتلندا وإنجلترا، وانتهت بالتعادل السلبي. وكانت أول بطولة دولية هي البطولة البريطانية سنة 1884. وفي الوقت ده كانت نادراً ما بتتلعب كرة القدم برا بريطانيا العظمى وأيرلندا. ولما بدأت شعبية اللعبة تزيد في مختلف أنحاء العالم، اعتبرت رياضة استعراضية في أولمبياد سنة 1900 و 1904. وبقت رياضة كرة القدم منافسة رسمية في الألعاب الأولمبية من سنة 1908، وكانت للاعبين الهواة بس. وكسبت بريطانيا البطولة سنة 1908 و 1912. وترجع فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم لأول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس سنة 1904، وكان بحضور 7 دول هم سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، أسبانيا والسويد. وتعطل قرار إقامة بطولة دولية لكرة القدم بسبب رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة، خوفاً من تأثيرها على الدورات الأولمبية، وكمان خوفاً من سيطرة الاتحاد الدولي على اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وطرحت الفكرة مرة تانية سنة 1921 على إيد المحامي الفرنساوي جول ريمي، واللي بقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد كده. وافق الاتحاد الدولي في اجتماع تاريخي في مايو 1928 على إقامة بطولة كأس العالم، وسموها كأس النصر. وتقدمت الأوروغواي بطلب تنظيم أول بطولة، وتكفل الاتحاد الدولي بدفع مصاريف الفرق وتنقلاتها. وانطلقت أول بطولة سنة 1930. اتلعبت البطولة بعد كده كل 4 سنين، ما عدا بطولتي سنة 42 و 46 بسبب الحرب العالمية الثانية. يعتبر منتخب البرازيل هو أكتر فريق حصل على بطولة كأس العالم، وكسبها 5 مرات. وبعديه منتخب إيطاليا ومنتخب ألمانيا، وكل واحد كسب 4 مرات.